تأطير وتكوين ومواكبة الطلبة الذين سوف يستعدون لاجتياز مباراة التعليم. متعدد التخصصات بالناظور، وبعضهم كانوا طلبة القانون كذلك، فتحية لهم جميعا على هذا الاهتمام وعلى هذا التهمم بضرورة التأطير والتكوين من أجل تميزي. هذا هو الهدف الأساسي، وهو الهدف الذي اتخذناه في مؤسسة النور للتميز الدراسي. إذن قبل أن أشير إلى مجموعة من النقاط، بداية أحيي عاليا الأستاذ محمد مختار. تحية طيبة، معكم الأستاذ مصطفى قريشي رئيس مؤسسة النور للتميز الدراسي. اليوم كنا ضمن تنظيم فعاليات الدورة التكوينية المتخصصة في مادة علوم التربية والديداكتيك. هذه الدورة التكوينية كانت من تنظيم مؤسسة النور للتميز الدراسي بشراكة مع المديرية الإقليمية للتعليم بإقليم الناظور، وكذلك بتعاون مع مؤسسة الأعمال الاجتماعية لرجال التعليم بإقليم الناظور. بهذه المناسبة كنشكروا المديرية الإقليمية للتعليم وكذلك مؤسسة الأعمال الاجتماعية على كل الدعم والسند، وكذلك توفير الوسائل الماديه من اجل تنظيم هذه الدوره التكوينيه. هذه الدوره التكوينيه كانت من تاطير ثله من الساده اساتذه بالمركز الجهوي لمهن التربيه والتكوين بجهه الشرق، والذين حاولوا من خلالها تاطير وتكوين ومواكبه الطلبه الذين سوف يستعدون لاجتياز مباراه التعليم. هذه الدورة التكوينية حاول من خلالها السادة الأساتذة أن يوضحوا للطلبة كل المقتضيات المتعلقة بمادة علوم التربية وكذلك بمادة الديداكتيك لكي يستعدوا استعدادا جيدا لهذه المباراة، مباراة التعليم. لأننا نعرف جيدا في مؤسسة النور للتميز الدراسي من خلال الأهداف المسطرة، وهذه من بين الأهداف الأساسية هو محاولة مواكبة وكذلك تعزيز قدرات الفاعلين في مجال التعليم خاصة، لأننا نعرف بأن التعليم هو اللبنة الأساسية والأساس لبناء أي دولة ومقوم أساسي من مقومات التنمية. وبهذه المناسبة هذه الدورة التكوينية التي حضرها أزيد من 100 طالب وطالبة مستعدين أو الذين سوف يجتازون هذه المباراة، وكذلك حضرها مجموعة من السادة الأساتذة وأطر التعليم، مرت في أجواء جد جيدة. نتمنى أن تتوفر لنا الإمكانيات لتنظيم دورات أخرى، وخاصة بعد ظهور نتائج الدورة لما لا في مسألة الاستعداد لمباراة الشفوي إن شاء الله تعالى. مجددا نشكر كل وسائل الإعلام التي حضرت معنا، وخاصة موقعنا دوربريس.com وكذلك رفدية على تغطيتهم الإعلامية المتميزة لهذه الدورة التكوينية، وشكرا جزيلا لكم.